بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العربية اللي معانا دي ان شاء الله عربية سوزوكي سياز، ماشية حوالي 75,000. المفروض ان احنا هنعمل لها الصيانة بتاعة 80,000، هنعملها دلوقتي ان شاء الله. هنغير لها الزيت بتاع الموتور، هنغير لها زيت الفتيس، هنغير لها مية التبريد، هنغير لها زيت الفرامل، هنغير لها السيور بالكامل، وهنغير لها الفلاتر بالكامل. بأمر الله الفيديو هنعمله على أجزاء عشان ما يبقاش طويل، لأن الصيانات دي مش هتتعمل كلها في فيديو واحد. احنا هنقسم الفيديو ده أجزاء أو مراحل. مرحلة مثلا زيت موتور مع الفتيس، زيت الفرامل ازاي، المرحلة التانية ازاي ترجلش على العجل الخلفي بتاعها، لأن احنا برضه هنرجلش على العجل الخلفي بتاعها عشان الفرامل اليد تظبط معانا شوية، عشان الفرامل خفيفة. مرحلة تانية الفلاتر. يعني هنخلي الفيديو أجزاء كده أو مراحل. تابعوا الشرح إن شاء الله معانا. أول حاجة طبعا نفك زيت الموتور. بس السيارة تركيبها جاهزة بقى حضرتك. هنغير دلوقتي فلتر الهواء ونفك البوابة اهي. ماشي، العين ما فكناها ونضفها بره. هي بتركب هنا مسمار 10 هنا، في مسمار تاني اهو، سميرة هنا بس عشان وقت الفيديو ميبقاش خطوات على الفاضي. اما سهل تفكها يعني اهي. هتفك فيها كليبسات طبعا هنا اللي هم دول. ده مكان فلتر، ادي الفلتر القديم اهو. هنفك الاربع مباين، مسامير 10 طبعا اهي، دي بقى 10 عادي. هنفك البوابة الاول، هنفك المسمار ده. ده الخرطوم بتاع البوابة اللي داخل على الهواء.
عايزين نهوي شوية كمان. اعذروني بقى ايه، هستخدم ايديا الاتنين. هقفل التصوير دي. اهو الخرطوم اهو. هتفك الوصلة دي ببنسة، وتفك الفيشة، اي فيشة نازلة عليه. ده الحساس بتاع الهواء. فك الفيشة دي كده. اهو. وتفك كل الخراطيم اللي راكبة عليه زي كده. ادي كانت راكبة هنا كده اهي، فكيناها وتطلع الوصلة الهواء ديت، وبعد كده تفك البوابة. فكها المسامير دي اوريها لك برضه تفكها ازاي. طبعا اي بوابة كهرباء او اي بوابة عموما تفكها، شيل الكابل الارضي بتاع البطارية عشان ما تسجلش اعطال معاك. خرطوم اهو اتفك اهو. طلع كل ده عشان ما يضيعش. اهو عشان ما يضيعش. كده الخرطوم اتفك. وسع لنفسك كده، رجع دي ورا. اوريك بقى تحل البوابة نفسها ازاي. فيشة كهرباء بتاعتها اهي، ادي الفيشة هتفكها طبعا. هنفك الفيشة دي، تلاقي مسامير 8 اهو مشاور عليهم انا اهو. انا بوريك بس الخطوات وبعد كده هفك عشان ما نعملش وقت على الفاضي. اهي المكان اصلا مزنوق مش عارف اجيبه. وادي مسمار اهو، وادي مسمار اهو، وهتلاقي 2 قصادهم الناحية التانية اهو. ماشي كده. فك الكلام ده واجيلك تاني. هنا البوابة طلعت اهي. طبعا شايفين حضراتكم كمية الايه، الطين اللي جوه اهو باينة اهي. بصوا عاملة ازاي. كل ده هيتنضف بأمر الله. بصوا شايفين. طبعا دي بوابة كهرباء، فنخلي بالنا مفيش حاجة تيجي على الفيشة هنا أو على الجزء الكهربي دوت، لأن ده فيه تروس كهرباء هي المسؤولة عن إيه، فتح وغلق البوابة أوتوماتيك. ننضف بس البوابة وخلاص. وإن شاء الله لو احتاجت كمبيوتر أعطال نعمل لها أيدل ليرن، هنعمل لها إن شاء الله. ابدا بالفرشه. حاضر. هات يا باشا. كويس. ادي حاجة. ثواني اعمل حاجة.
ماشي يا ريس. نديها بخة بالسبراي برضو تظبط الطين ده شوية. هو في الليزم يعني مش مستاهل البهدلة. السبراي ينضف بقى في الآخر، مزودش عشان بس مجموعة الكهرباء دي، عشان دي اتلطشت. السواد اللي نازل ده على فكرة من الفرشة. السبب لا انت هتقولي من الفرشة مش من البوابة، لا. طلعيه فوق طلعيه. هو احنا هنفك المباين دلوقتي عشان نفك الفيديوهات. اه هنضفه في الاخر. عايزين نخلي كل واحدة ترتيبها زي ما كانت. دلوقتي هنفك البوجات. بتاع غزل البنات لازم يجي مع البوجات، مفيش مشكلة. ماشي. ادي الجداد. حبينا نطور راسك بس.
الجماعة ده عندي فرحان مشوار. عندي مشوار المطار. طيب المباين بنفس الترتيب، رقم 1 في رقم 1، رقم 2 في رقم 2، 3 في 3، 4 في 4. وادي بن عثمان. ثواني يا عمر. طب ممكن
هنجمع بقى العمة بتاعتنا. ركبنا الفلتر اهو. كده كل حاجة رجعت مكانها اهي. شيل اثر الزيادة كده عشان بيلم تراب. كده جمعنا كل حاجة زي ما كانت. نبتدي نربط. نبتدي بقى نجمع العمة.
يا شهر ودي كده تمام. قفلنا كل حاجة، قفلنا البوابة وقفلنا المنفل بعد ما غسلناه. قصدي دي عمة الهواء، قصدي مش المنفل تحت، أنا آسف. غيرنا البوجيهات، نضفنا البوابة، غيرنا فلتر الهواء، غيرنا لها زيت، وغيرنا لها فلتر طبعا. لسه هنغير فلتر البنزين دلوقتي، وهنتابع مع بعض إن شاء الله ايه اللي هيتم تاني في العربية. ادي مكان الفلتر، هتلاقيه ورا الفردة، فردة العجل الشمال ورا تحت العربية، ورا العجلة الشمال ورا. تفك طبعا الكليبسين دول اهو، ادي واحد ادي التاني، دول بيتضغط عليهم اهو، اهو ده بيتضغط عليه كده اهو، شايفينه اهو اهو. طبعا انا ايه هفكه، وهتفك القفيز بتاعه مسامير 10 اهو، عشان تقدر اهم، عشان تقدر تطلع الفلتر ده من جسم العربية. هتفك القفيز ده بالتلات مسامير 10، وهتفك الكليبسين دول، هيطلع معاك الفلتر. تحط الفلتر الجديد وتدور ان شاء الله. تابعوا معايا. سامحوني بقى التصوير، انا عارف ان الصوت فيه مشاكل كتير، بس هنحاول نظبط الدنيا. بعد كده ان شاء الله تفك الكليبسات زي ما فهمتك، حط الفلتر الجديد، خلص الموضوع. طبعا لما تشتغل بيد واحدة حاجة صعبة جدا يعني، وكمان لما تبقى ايدك الشمال اصعب واصعب. يعني معلش سامحوني، انا بحاول والله اقدم حاجة مفيدة او اصور حاجة مفيدة تفيد الناس، بس يعني حسب الامكانيات المتاحة حواليا. كده الفلتر اتفك اهو، تبتدي تفك ده بقى، بتفك ده. دي كليبسات ضغط، ليها ايه، ليها شوكة كده او بنز كده، تضغط عليه من هنا كده بيطلع معاك. وده نفس الكلام اهو، اللوك بتاعه اهو، دوس عليه كده بيطلع معاك. فمعلش اعذروني، لازم ايديا الاتنين، واول ما افكهم هوريكم الفكرة بتاعتهم. طبعا بعد ما فكناها هتجيب الكليبس ده هتنقله هنا، ده المنظر اهو بتاع الخراطيم، وادي القفيز اهو ماشي، ادي الخراطيم اهو، يبات هنا كده الفرام دي ماشي. هتنقل ده مكان ده كليبس، وتقفل تاني، وتركب القفيز بتاعت مسامير وخلاص كده. وفي كاوتشه كمان اهي حطها عليه، كانت راكبه بالمنظر ده كده اهي. بس كده، بس يا جدعان خلاص اهو كده، خلاص كده، خلاص اهو كده، خلاص ركب اهو الحمد لله. ضغطنا هنا اهو كده تمام.
تمام برضه هنا، وقفلنا وربطنا المسمارين والحمد لله.